بل وكمان قدرت ازود من قوتي ومهاراتي في فنون القتال. ومن بعد كلام لوشيل بتقتنع المديره فعلا بوجهه نظره، وبتاخد كارته السحري عشان ترفعه لمستوى جديد، لكنها بتتصدم لما بتلاقي لوشيل اتنقل اكتر من مستوى سحري في فتره قصيره جدا، وعشان كده بتقول انه هيحتاج اضعاف المبلغ اللي بيدفعه، وده لان كل مستوى بيكون بمبلغ اكبر من المستوى اللي قبله. ولان لوشيل مش معاه فلوس تكفي مستواه الجديد، بيقرر انه في البدايه يبحث عن شغل لحد ما يقدر يجمع المبلغ. ولكن في الوقت ده بيتفاجئ لوشيل ببرود وهو داخل النقابه ومعاه عدد كبير من العملات المعدنيه، وبيقول للوشيل ده كل مكسبك من علاج المغامرين في النقابه، وبيدفعه كل للمديره. وبعدها بيطلب من لوشيل انه يرجع معانا النقابه تاني ويشتغل معاه، وبيعرض عليه عمله معدنيه مقابل كل مغامر هيعالجه، ده غير انه هيستمر في التدريب معاه. وبيقول للوشيل معدل اصابه المغامرين ووفاتهم اقل بشكل ملحوظ من وقت انضمامك لينا، وعشان كده مش عايزين انك تنفصل عنا وتفضل واحد من المغامرين. وفعلا بيقدر برود انه يقنع لوشيل، بيوافق على عرضه وبيرجع معاه للنقابه، وبرغم انه ما خرجش منها الا ساعات الا انه بيحس انه اخيرا رجع لموطنه مره تانية. وبيتفاجئ لوشيل ان كل المغامرين عاملين له حفله كبيره بمناسبه رجوعه، وبيشكروه فيها على كل اللي عمله علشانهم، وبيرفضوا انهم يبداوا الاحتفال الا لما لوشيل يشرب مركب اكس، فبيضطر لوشيل انه يشربه برغم صعوبه طعمه. واثناء ما كانت الحفله شغاله بتروح جماعه من المغامرين اسمها جماعه الذئب الابيض، وبيشكروا لوشيل انه انقذهم من الموت في اخر معركه ليهم، وبيعرضوا عليهم انهم يخرجوا سوا في يوم علشان ياخدوا جوله في المدينه. في نفس الوقت اللي بتروح مونيكا تتكلم مع لوشيل وبتقول له انها مبسوطه لانه رجع للنقابه من تاني. وفي اليوم ده بيسلموا برود كتب جديده للسحر، وبيطلب منه انه يتعلم كل التعاويذ اللي فيها عشان يزود من قوته السحريه. وفي نفس الوقت ده في مكان تاني بنشوف المعالج بوتاكالي وهو متعصب جدا بسبب ان اعداد المرضى قلت من عنده من وقت ما ظهر لوشيل، وعشان كده بيروح له تاني يوم النقابه وبيتخانق معاه، وبيقول له انت وقفت العياده بتاعتي من ساعه ما ظهرت، كل ده بسبب الرسوم القليله اللي بتاخدها على علاج المرضى، وده اللي خلاهم يشوفوا ان رسومي غاليه ومفيش حد بقى بيكشف عندي. وقتها بيقول له لوشيل رسوم علاجك فعلا غاليه، وده مش بيخلي كل الناس تقدر تتعالج، وعشان كده انت تعتبر معالج فاسد. وطبعا كلام لوشيل بيعصب بوتاكالي اللي بيقول على سحر لوشيل سحر ضعيف ومش محترف زي سحره، وبيعرض على لوشيل انه يشتغل معاه يا اما يزود رسوم علاجه. ولما لوشيل بيرفض الاثنين بيؤمر رجالته انهم يخلصوا عليه. ولكن في الوقت ده بيظهر برود اللي بيقدر انه يقبض على رجاله بوتاكالي لوحده، وبيهدده انه لو قرب من لوشيل هو اللي هيعاقبه بنفسه. وفعلا بيخاف بوتاكالي منه وبيهرب بسرعه هو ورجالته. ولكن من بعدها بيتكلم برود مع لوشيل وبيقول له الفتره اللي فاتت كنت بدربك على فنون القتال البسيطه عشان تدافع بيها عن نفسك في المعارك البسيطه، ولكن دلوقتي ومن بعد ظهور عداوه بوتاكالي في حياتك في خطر، وعشان كده لازم يتم تدريبك كفارس او محارب حقيقي. وبالفعل بيبدا برود تدريب لوشيل من تاني يوم على استخدام الاسلحه زي السيف والرمح والدروع، وده عشان يكون جاهز في اي وقت يحصل عليه هجوم. اما بوتاكالي فمش بيسكت على اللي حصل، وبيكتب جواب لنقابه المعالجين الرئيسيه بيتهم فيه لوشيل انه بيقف قصاده وبيسرق المرضى منه، وده لانه بيستخدم رسوم قليله على العلاج وخلى الناس تشوفه انه طماع، وعشان كده بيطلب تعويض من النقابه على الخسائر اللي حصلت له في شغله. بيبعت بوتاكالي رساله للنقابه وهو بيضحك بشر ومنتظر التعويض اللي هياخده منهم والعقاب اللي هيتفرض على لوشيل. وبيعدي 6 شهور على رساله بوتاكالي للنقابه الرئيسيه، وفي يوم واثناء ما كان لوشيل بيتغدى مع برود في مطعم المغامرين بيلاحظ جولجار القوه اللي اكتسبها لوشيل. وقتها بيقول لوشيل ان القوه اللي اكتسبتها بفضل برود اللي دربنا على كل انواع فنون القتال، لدرجه ان حاليا مش بخاف من استخدام السيوف، بل بالعكس بقيت متقن في استخدامها. واثناء ما كانوا بيتكلموا بتيجي نانلا ومعاها رساله من نقابه المعالجين الرئيسيه لوشيل، اللي لما بيفتحها وبيقراها بيلاقي انهم طالبين منه انه ينضم للمعالجين في النقابه الرئيسيه في كنيسه شرول، وده بعد ما سمعوا عن مهاراته العاليه والمختلفه في تعويذ الشفاء، لدرجه انه بيترقى للمستوى الخامس للمعالجين في وقت قصير جدا. ولكن برود بيكون عارف مغزى الرساله الحقيقي، وبيقول له لوشيل دي مكيده وفخ من بوتاكالي اللي عايز يطفشك من المدينه علشان يرجع شغله زي الاول، ده غير انه عايز يبعدك عننا وعن نقابه المغامرين، وده عشان يكون ليه فرصه انه يهجم عليك ويقتلك، وده اللي بيقلق لوشيل وبيخليه يخاف. ومع ذلك بيقول له برود للاسف مش هتقدر ترفض طلب نقلك، وده لان مفيش حد يقدر يقف ضد النقابه الرئيسيه. وبيعرف لوشيل ان ميعاد نقله النقابه هيكون بعد 6 شهور، وعشان كده بيستغل لوشيل الوقت ده عشان يعالج كل المغامرين المصابين قبل ما يمشي، لدرجه ان كل طاقته بتخلص بسبب علاج المغامرين. وقتها بيدخل جولجار بيديله مركب اكس، وبمجرد ما بيشربه لوشيل بترجع له طاقته من تاني وبيروح يكمل علاج المغامرين. في نفس الوقت اللي بيروح جولجار يسال برود على مركب اكس واذا كان في خطر على لوشيل منه لانه بيشربه بشكل يومي، فبيقول برود ده مركب موجود في الكتب القديمه، وبيقال انه بيكسب قوه جباره للشخص اللي بيشربه، ولكن ما فيش اي خطر منه ولا بيسبب اي مشاكل. واثناء ما كانوا بيتكلموا بيوصل اخو جولجار وبيقول لهم انه نفذ اللي اتفقوا عليه، وهو ان لوشيل ما يتعرضش لاي هجوم او اذى حتى لو خرج من المدينه كلها، وبيعرفوا منه ان بوتاكالي هو السبب ورا نقل لوشيل زي ما كانوا متوقعين.
وبيعدي الوقت بسرعه وبتخلص ال6 شهور، وبيكون ده اخر يوم للوشيل في نقابه المغامرين قبل ما يسافر، وعشان كده بيروح لبرود وبيطلب منه يخرج معاه المشوار، وبيخرج الاثنين سوا وبياخدوا لوشيل المقابر، وتحديدا المقبره المغامر اللي ما قدرش لوشيل ينقذه من الموت. وبيقول لوشيل برغم ان سنتين عدوا على وفاه المغامر، وبرغم ان ما كانش بايده انقذه الا اني حاسس بالذنب لحد دلوقتي بسبب موته، وبيطلب من برود انه يهتم بصحه المغامرين ويزود لهم تدريباتهم، ده غير انه يخليهم يشربوا الاعشاب بشكل منتظم. فبيسالوا برود ليه كل الخطوات دي وهتفرق في ايه مع المغامرين، عشان يرد عليه ويقول له التدريبات اللي كنت بتخليني اعملها كل يوم هي اللي زودت من قوتي وطاقتي السحريه، وده اللي قلل من معدل اصاباتي بشكل ملحوظ، وان لو كل المغامرين عملوا نفس التدريبات مش هيتصابوا بقوه، وبالتالي علاجهم هيكون سهل ومش محتاج تعويذه علاج. وبيفكروا لوشيل بالعيادات اللي هتستغل انه مشي من المدينه وهترجع تزود رسوم العلاج، وان المغامرين الفقراء مش هيقدروا يدفعوا تكاليف العلاج، وبالتالي يا اما هيموتوا يا اما هيضطروا يلجأوا للعبوديه. وبيقتنع برود فعلا بكلامه عشان كده بيوافق عليه. قبل ما يمشي بيقول لمونيكا ونانلا يطلعوا من المكان اللي مستخبيين فيه، وده لانه كان عارف من البدايه انهم بيراقبوهم ومشوا وراهم. وبالفعل بيخرج مونيكا ونانلا وبيقولوا لوشيل انهم كانوا عايزين يودعوه قبل ما يمشي، وساعتها بيستغل لوشيل الفرصه عشان يشكرهم على كل اللي عملوه معاه. وبيواجه كلامه نانلا وبيقول لها انت كنت مهتمه بيا من اول ما دخلت النقابه، وكنت دايما بتدافع عني لما حد من المغامرين الاكبر مني بيحاول يضايقني، وده مستحيل انسى ليكي، وشكرا على كل مساعده قدمتيها عشاني. وبعدها بيقول لي مونيكا انت كنت بتساعدني من اول ما دخلت نقابه المعالجين، ده غير انك حتى لما اتصبتي وانا انقذتك الهمتيني وخليتيني اهتم اكتر بتدريباتي عشان اقدر احميكي، وده خلاني تفوقت ووصلت للمستوى الخامس في وقت قليل. وكلام لوشيل ليهم بيخليهم يتاثروا جدا ويعيطوا، وبيقولوا انهم مستحيل ينسوه ولا ينسوا اللي قدموه علشانهم وعشان النقابه. وبعد كده بيرجع لوشيل للنقابه وبيودع كل اللي فيها، وقبل ما بيمشي لوشيل بيلاقي برود بيديله شنطه سحريه ومعاها كيس عملات ذهبيه، وبيقول له دي مكافاه من نقابه المغامرين عشان يشكروك على جهودك معاهم، وده اللي بيخلي لوشيل يتاثر جدا لدرجه انه بيعيط وهو بيودعهم. وبيخرج لوشيل من نقابه المغامرين عشان يبدا رحلته الجديده في مدينه جديده ومغامره جديده، ولكن المره دي لوحده. وبمجرد ما بيخرج من المدينه بيلاقي جماعه الذئب الابيض في انتظاره عشان يوصلوه لحد النقابه الرئيسيه، وده بيخلي لوشيل يعيط تاني وهو شايف اهتمام الكل بيه وحبهم ليه. وبالفعل بيتحركوا كلهم على نقابه المعالجين الرئيسيه، ولكن في الطريق بيعرفهم لوشيل ان مركب اكس اللي كان معاه خلص وانه هيحتاج كميه تانيه منه، وبيقول لهم مركب اكس كان السبب الاكبر في انه حافظ على طاقتي لوقت طويل، وده اللي عايز استمر عليه في وظيفتي الجديده عشان محدش يتنمر عليا. وفعلا بيقتنعوا بكلامه، عشان كده بياخدوه لاقرب مطعم نقابه مغامرين، وهناك بيطلب لوشيل من رئيس النقابه مركب اكس. فبيعرف الرئيس انه يبقى لوشيل تلميذ برود اللي الكل بيتكلم عنه لانه بيقدر يشرب مركب اكس. ولما بيعرف الرئيس ان لوشيل عايز 3 براميل من المركب بيتصدم من الكميه اللي بيطلبها، وعشان كده بيعلمه اختبار وبيديله كوب من المركب عشان يشربه قدامه، وبيقول له انا ما اقدرش اسلم اي شخص المركب اكس الا لما يكون فعلا بيعرف يتعامل معاه، وعشان كده بيشرب لوشيل الكوبايه كلها قدامهم عشان يثبت لهم ان فعلا بيقدر يتعامل معاه. وساعتها بيصدقوا الرئيس وبيديله كل الكميه اللي طلبها، وبيتفق لوشيل معاه انه كل ما يحتاج كميه من المركب هيجي ياخدها من عنده. وقبل ما يمشي لوشيل بيشكره الرئيس انه كان بيساعد كل المغامرين برسوم علاج قليله، وقتها بيقول له لوشيل ده واجبي وانا لازم استخدم طاقتي السحريه في مساعده الناس. وبعدها بيكمل لوشيل رحلته مع جماعه الذئب الابيض لحد ما بيوصلوا لمقر النقابه الرئيسيه، وهنا بتنتهي رحلتهم وبيودعوا لوشيل وبيسيبوه يتصرف في حياته الجديده لوحده. واول حاجه بيشوفها لوشيل هو مبنى النقابه الضخم جدا مقارنه باي نقابه معالجين تانية، وده اللي بيخليه يتوتر اكتر من الحياه الجديده اللي دخل عليها. وبيدخل لوشيل للنقابه وبيعرف الموظفين بنفسه، وبيطلب يقابل المسؤول عن توظيفه في النقابه، وفعلا بيتكلموا مع المسؤول عن توظيف المساعدين، وبيجي يستقبل لوشيل وبيعرفه بنفسه وان اسمه جرانهارت. وبعدها بياخدوا للدور الثاني من الكنيسه عن طريق مصعد سحري، وقتها بيتقابل لوشيل مع مونيكا اللي برغم انه عدى سنتين على مقابلتهم الا انها بتفتكره وبترحب بيه. ولما بتعرف ان المعالج الجديد معاهم في النقابه بتطلب منه انهم يبقوا يتكلموا سوا في اقرب وقت، وبعدها بيقعد جرانهارت مع لوشيل عشان يتكلم معاه. وقتها لوشيل كان متوتر ومرعوب، وساعتها بيطلع جرانهارت جواب لوشيل وهو بيقول له وصل لنا الجواب ده من شخص في نقابه معالجين مدينتك بيتهمك انك بتدمر شغل باقي المعالجين زمايلك، هل الكلام ده صحيح؟ عشان يتفاجئ بشجاعه لوشيل لما بيقول له فعلا الكلام ده صحيح، ولكن كان لسبب مهم، وهو ان المعالجين في المدينه بيفرضوا رسوم غاليه جدا للعلاج لدرجه ان الناس الفقيره مش بيقدروا انهم يتعالجوا ممكن يموتوا، وعشان كده كان لازم اساعدهم بدل ما ابقى واحد من المعالجين الفاسدين. وبيطلب من جرانهارت انهم يوحدوا رسوم العلاج على كل المعالجين عشان يمنعوا المعالجين الطماعين من استغلال المرضى. وفعلا بيقتنع جرانهارت بكلامه وبيقول انه هيعرض الفكره على الكاهن، وبعدها بيبدا جرانهارت يعرفه طبيعه شغله الجديد وهو انه هيبقى مطارد ارواح الزومبي. وقتها بيستغرب لوشيل من المهمه، ولكن جرانهارت بيعرفه انه هيفهم كل حاجه تاني يوم من زميله جورد. ولكن لما بيعرف لوشيل انه هياخد 20 عمله ذهبيه في الشهر بيتحمس جدا لشغله الجديد. وبعد ما بيخلص لوشيل كلامه مع جرانهارت بيروح يقابل مونيكا اللي بتساله عن شغله
الجديد وبتعرف منه انه هيبقى طارد ارواح الزومبي، وعشان كده بتقول لمونيكا خلي بالك لانها وظيفه مليانه بالمخاطر، لان ارواح الزومبي محبوسه في مقبره تحت النقابه، والمقبره دي مع مرور السنين اتحولت لمتاهه بسبب الارواح الشريره، وده اللي بيخلي الخروج منها صعب. فبيتوتر لوشيل من كلامها، لكنها بتطمنه انه لو ركز في شغله هتكون مهمه سهله وهيقدر يخرج من المتاهه بسهوله. فبيشكروا لوشيل على مساعدته وبيروح لاوضته يرتاح عشان يبدا مهمته الجديده من تاني يوم. وبالفعل من تاني يوم الصبح بيروح لوشيل لجرانهارت اللي بيعرفه على زميله جورد اللي هيشتغل معاه في طرد الارواح، وبيسلموا جرانهارت لبس المعالجين في النقابه عشان يلبسه. وبعد ما بيجهز لوشيل بينزل مع جورد المتاهه، وقتها بيقول لجورد اطمن لان الشغل هنا هيكون سهل وهتقدر تنجزه بسهوله. في البدايه هتحتاج تركيز لحد ما تحفظ الاماكن، ولكن لما تتعود هتنجز شغلك وتقضي على الارواح بكل سهوله. وفي الوقت ده بيقابلوا اول زومبي في طريقهم، فبيبدا جورد يقول تعويذه التطهير على الزومبي اللي فعلا بيختفي وبتتحبس روحه في حجر كريم لونها اسود. وقتها بيقول لجورد دي الطريقه اللي هتخلص بيها على كل الزومبي اللي هتقابلهم، ولكن لك عدد مرات معينه من التعويذه في اليوم، بمجرد ما تخلصهم تخرج من المتاهه، وده عشان ما تعرضش حياتك للخطر. وبعد كده بيسيب لوشيل يتعامل لوحده في المتاهه وبيمشي، وبيبدا لوشيل يتجول في المتاهه وبيبحث على زومبي يخلص عليه، لحد ما بيلاقي مجموعه من الزومبي بعد فتره، واول ما بيشوفهم بيترعب لدرجه انه بينسى التعويذه. ولكن على اخر لحظه وقبل ما مجموعه الزومبي يوصلوا ليه بيقول التعويذه وبيحولهم كلهم لاحجار كريمه، وبيقرر لوشيل انه يقول التعويذه على السيف اللي معاه، وده عشان يقتل اكبر عدد من الزومبي بالسيف بدون ما يضطر يردد التعويذه كل شويه. وفعلا خطته بتنجح، وبالطريقه دي بيخلص على كل الزومبي اللي في الدور الاول من المتاهه. ومش بيكتفي لحد هنا، لانه بعدها بينزل للدور الثاني، وقتها بيلاقي اعداد اكتر من الزومبي مع ارواح بتطير حواليه، وبرضه بيقدر يخلص عليهم كلهم بكل سهوله وبينزل للدور الثالث. وبيكون مفكر ان الزومبي في الدور الثالث زي باقي الادوار اللي عدى بيها، لكنه بيتفاجئ انهم عباره عن هياكل عظميه، وده بيخليه يترعب من شكلهم، وبيخلص عليهم بسيفه بسرعه. لكنه بيقرر انه ينهي مهمته لحد هنا في اليوم ده ويكمل تاني يوم. وفي الوقت ده بينزل جورد يبحث عن لوشيل في المتاهه، وده لانه بقاله ساعات فيها بدون ما يخرج، وعشان كده بيفكر لوشيل تاه فيها. لكنه لما بيشوفه بيلاقيه بخير، وكمان بيقول له لوشيل انا جمعت كميه كبيره من الاحجار الكريمه الخاصه بارواح الزومبي. وبيسال جورد ليه مستوى سحري ما زادش برغم اني قتلت عدد كبير من الزومبي، فبيقول له جورد دي كانت مرحله التدريب وان المهمات الحقيقيه هتبدا من بكره. وبعدها بياخدوه جورد لمتجر المعالجين في النقابه، واللي بتكون صاحبته معالجه اسمها كاتليا، وبترحب كاتليا بلوشيل وبتطلب منه الاحجار اللي حصل عليها، وبتتفاجئ انه قدر يجمع عدد كبير جدا من الاحجار، وبتقول له انها ما شافتش العدد الكبير ده من وقت طويل، وبتعرف ان الاحجار بتتغير لنقاط، وبالنقط دي يقدر يشتري اي حاجه من المعرض زي اسلحه او كتب تعويذ وسحر. وبيعرف لوشيل ان كتب السحر غاليه، وعشان كده بيشتري بالنقط اللي معاه رمح وسيف لحد ما يقدر يحوش 8 كتاب سحري. ولما بيخرج لوشيل من المتجر بيلاقي جرانهارت في انتظاره، وبيديله تعليمات جديده زي انه لازم يحافظ على البطاقه السحريه اللي معاه، وانه لو احتاج اي ادوات يقدر ياخدها من المخزن ويبقى يرجعها تاني. ده غير انه بيديله لبس بديل للبس الرسمي للمغامرين، وبيخلص اليوم على كده. وتاني يوم بيبدا لوشيل المهمات الحقيقيه، وبيستمر في قتل الزومبي، وبيتنقل من مستوى لمستوى ومن دور لدور، والمره دي فعلا بتزيد قوه لوشيل السحريه، وفي كل مره بيجمع عدد اكبر من الاحجار الكريمه، فبيروح يشتري بيها اسلحه تساعده في المهمات من عند كاتليا، لحد ما بنوصل لليوم العاشر. وفي اليوم ده بيوصل لوشيل للدور العاشر في المتاهه، وقتها بيشوف باب اوضه غريب، فبيعرف انها اوضه زعيم الزومبي، وعشان كده بيسال جورد في نفس اليوم على الاوضه اللي شافها. لكن الغريب ان جورد بيقول له انا ما اعرفش اي حاجه عن الاوضه دي لان ما وصلتش للدور العاشر قبل كده. وبيستغرب جورد من قدرات لوشيل اللي خلته يوصل للدور العاشر بالسرعه دي. وتاني يوم بيقرر لوشيل انه يدخل لاوضه الدور العاشر، وبيجهز كل الاسلحه اللي ممكن يحتاجها عشان يحارب الزومبي اللي فيها. وبمجرد ما بيفتح الاوضه وبيدخلها بيتقفل الباب وراه فورا، وده اللي بيوتره، وبيتوتر اكتر لما بيشوف اعداد الزومبي الكبيره اللي موجوده حواليه في الاوضه. لكنه بيفكر نفسه انه معاه تعويذه التطهير، وبضربه واحده من سيفه يقدر يخلص عليهم كلهم. وفعلا بيقول التعويذه عشان يقضي عليهم، لكنه بيتصدم لما مفيش ولا واحد من الزومبي بيتاثر بالتعويذه. وهنا بيترعب لما بيكتشف ان الاوضه عازله للسحر، وان مفيش قوه سحر بتتفاعل فيها. في نفس الوقت اللي بيلاقي فيه الزومبي بيقرب عليه، وعشان كده بيقرر يتصرف ويستخدم فنون القتال اللي اتعلمها من برود، واللي بالفعل بتنقذه في الموقف ده، وبيقدر يقتل كل الزومبي. وبمجرد ما بيخلص عليهم بيشوف زعيم الزومبي، واللي بيكون عباره عن هيكل عظم اتغير في الاوضه. وبيلاحظ لوشيل ان الزعيم بيتفادى سيفه السحر وكانه خايف منه، فبيعرف ان السيف ليه تاثير سلبي عليه، وعشان كده بيشتت انتباهه لحد ما بيقدر يضربه بالسيف اكتر من ضربه، فبيموت الزعيم، وبتتحول روحه لحجر كريم لكن مختلف عن احجار باقي الزومبي. وبعد ما بيخلص لوشيل مهمته في اليوم ده بيروح لكاتليا وبيسلمها كل الاحجار الكريمه اللي معاه، وبتصدم لما بتلاقي معاه كل العدد ده من الاحجار الكريمه لدرجه انه بيكسر حاجز ال100,000 حجر كريم. فبيقول لها لوشيل ان مش دي بس المفاجاه النهارده، وبيطلع لها لوشيل هدوم وتاج الزعيم الزومبي، اللي اول ما بتشوفهم كاتليا بتقول احنا لازم نقابل الحاكم فورا. وفعلا بتاخده كاتليا لاوضه الحاكم، واللي بيتضح انها واحده ست، وبتبدا تحكي لها كاتليا على لوشيل وبتعرفها عليه وان هو المعالج الجديد في النقابه. وبتقول لها كاتليا لوشيل قدر يوصل لاوضه الدور العاشر في المتاهه، ومش بس
بس كده، ده كمان قدر يقتل زعيم الزومبي ياخد كل المعلقات اللي كانت معاه. وقتها بيقدم لوشيل متعلقات الزعيم، واللي اول ما بتشوفهم الحاكمه بتقول دي متعلقات الكاهن حاكم الكنيسه السابق واللي اختفى فجاه من 12 سنه ومحدش يعرف مكانه. وبتوجه كلامها لوشيل وبتقول له الحاجات دي مهمه بالنسبه ليا وعشان كده عايز اشتريها منك. فبيوافق لوشيل على طلبها، ولكن بيطلب هو كمان طلب منها وبيقول لها انا محتاج شنطه سحريه اكبر من اللي معايا، وده لان اللي معاه ما بقتش بتكفي كل الاحجار اللي بجمعها في اليوم. فبتوافق الحاكمه على طلبه وبتقول له انها هتقدم له كيس سحري بدل الشنطه الصغيره. ومش بس كده، دي كمان هيكون فيها مميزات عن الشنطه اللي معاه، وانه يقدر يعدي على كاتليا تاني يوم ياخدها منها. فبيشكرها لوشيل على تعاونها معاه، وبيخرج هو وكاتليا من عند الحاكمه، وساعتها بتقول له كاتليا انت محظوظ لان الحاكمه وافقت على طلبك، وده معناه انها معجبه بشغلك. فبيفرح لوشيل بكلام كاتليا، وده بيشجعه انه يجتهد اكتر الفتره اللي جايه. وبتبدا الحلقه مع لوشيل وهو بيفكر في معركته مع الزعيم الزومبي، وبيسال نفسه يا ترى انا اتصرفت بشكل غلط لما واجهته، وبيتخيل ان برود عرف بتهوره وانه واجه خطر كبير من غير ما يتدرب قبلها، وبيكون متاكد ان برود هيضربه ويعاقبه على تصرفه ده، وعشان كده بيقول انه لازم يرجع يتدرب تاني على تدريبات المغامرين بجانب المعالجه، وده لان التدريبات دي هي اللي هتساعده في شغله في المتاهه. وبيخرج لوشيل من اوضته عشان يفطر، وفي الطريق بيقابل لومينا ومعاها مساعدينها في فريق الفرسان، وبترحب بيه لومينا وبتقول له انا سمعت انك متميز في التخلص من الزومبي في المتاهه وكمان بتتقدم بشكل سريع. فبيبدا يحكي لها لوشيل على اللي بيواجهه في المتاهه، وبيحكي لها على اخر مواجهه ليه واللي كانت مع الزعيم، وبيقول لها انا عايز ارجع نقابه المغامرين من تاني، وده عشان اكثف تدريباتي مع برودو وبالتالي تزيد مهارتي في القتال. فبتعرفه لومينا ان مفيش حد بيخرج من النقابه الرئيسيه بدون اذن من الحاكمه، وان طالما مده عقده ما انتهتش في النقابه يبقى مش هيقدر يتنقل لمدينه تانيه، لكنها في نفس الوقت بتقترح عليه اقتراح افضل، وبتساله ايه رايك لو تتدرب مع مجموعه الفرسان، ولان ده انسب حل للوشيل فبيوافق عليه وبيتفق انه هيتقابل معاهم بعد ما يخلص شغله في المتاهه. وفعلا بينزل لوشيل المتاهه، وفي اليوم ده بيقدر انه يوصل لحد الدور ال 12 ويقتل كل اللي فيه، وبعدها بيروح لكاتليا وبيديها الاحجار اللي جمعها وبيسالها عن الكيس السحري. فبتدي له كاتليا الكيس وبتقول انه يقدر يشيل فيه اي حاجه مهما كان حجمها او عددها، ومش بس كده، ده كمان يقدر يطلع الحاجه اللي عايزها من الكيس السحري بدون ما يطلع كل اللي فيه، وده عن طريق انه يفكر في الحاجه اللي عايزها ووقتها هيلاقيها في ايده. فبيشكرها لوشيل على مساعدتها وبيسيبها وبيمشي، وبعدها بيروح لوشيل لساحه التدريب، وهناك بيشوف لومينا وفريقها في انتظاره، واول ما بيحضر بيبدا تدريب الفريق. وفي البدايه بتعرف لومينا ان التدريبات احتمال تكون صعبه عليه، لكن لوشيل مش بيصدق كلامها، وده لانه بيكون جرب التدريبات مع برود قبل كده ومتعود عليها، ده غير انه بيكون شايف ان كلهم فارسات وانهم مش هيتحملوا قوه التدريبات قده لان هو الراجل الوحيد بينهم. وبالفعل التدريبات بتبدا وبيكون اول تدريب هو الجري، وهنا بيتصدم لوشيل لما بيشوف قوه الفارسات الحقيقيه، ومش بس كده، ده بيكتشف ان هو اللي اكتر واحد متاخر فيهم، لدرجه انه اول واحد بيقع من التعب وبيطلب استراحه برغم انه متاخر عنهم ب8 دورات كاملين. وبيخلص تمارين الجري وبيجي ميعاد تمارين المبارزه، وقبل ما تبدا لومينا بتسال لوشيل عن مستواه، فبيقول لها لوشيل انا متعلم فنون استخدام السيف المزدوج من برود في نقابه المغامرين، ومش بس كده، ده انا كمان بستخدمها كل يوم في المتاهه عشان تزيد من قوتي. وبعد ما بيخلص لوشيل كلامه بيبدا جوله من المبارزه مع لومينا، ومن اول جوله بيبان تفوقها الساحق على لوشيل، لكن طبعا لوشيل مش بيستسلم وبيبدا جوله تانية معاها، وجوله ورا التانية بتثبت لومينا تفوقها بمهاراتها على لوشيل، اللي بيقول لو المعلم برود هنا كان زمانه عاقبنا على اللي بيحصل، وعشان كده بيرفض تماما انه يستسلم وبيفضل مستمر في التدريب ومحاوله الفوز على لومينا لحد ما بتضربه لومينا الضربه القاضيه اللي بتخليه يغمى عليه. وبعد فتره بيفوق لوشيل من الاغماء بيلاقي 2 من فريق لومينا جنبه، وبيعرف لوشيل